الجزائري إبراهيم العطاي يتوج ملكاً للموضة في باريس. في خبر هز أوساط الموضة العالمية هذا المساء، أعلنت لجنة التحكيم في باريس فوز الجزائري إبراهيم العطاي ببطولة العالم للموضة. الحدث الذي تابعته كبرى القنوات العالمية تحول إلى لحظة تاريخية غير مسبوقة. قاعة العرض صمتت لثوان قبل أن تنفجر بالتصفيق. إبراهيم العطاي اسم لم يكن متداولاً بقوة قبل أشهر، أصبح حديث العالم. تصاميمه وصفت بالجريئة والمتمردة على القواعد الكلاسيكية، مزج بين الهوية الصحراوية واللمسة الباريسية بذكاء لافت. عارضو الأزياء ظهروا بملابس حملت رسائل ثقافية عميقة. اللجنة اعتبرت العرض ثورة فنية مكتملة الأركان. مصممون كبار وقفوا احتراما لما شاهدوه. الإعلام الفرنسي تحدث عن ولادة مدرسة جديدة في عالم الموضة. الجمهور صرخ باسمه لحظة إعلان النتيجة. العطاي بدا متأثرا وهو يحيي الحضور بعلم بلاده.